ايه بقى ايه المشاكل اللي بتمروا بيها هنا في القريه؟ طبعا المشاكل هنا افخم من المشاكل ان انت هتبعد عن اسكندريه مسافه قصيره، يعني اقل من 7 كيلو او 8 كيلو. هي اسم القريه ايه الاول؟ هنا ابيس 8 تمام. فالبعد عن اسكندريه حوالي عن 7 8 كيلو، وهي تبع محرم بيه اللي هي قلب اسكندريه، يعني هي قطعه من اسكندريه من الاخر، ومع فرق الصوره تبعد عن اسكندريه كيلومترات عدد قليل، انما تبعد كمستوى اقتصادي او كمستوى اجتماعي او كمستوى خدمي تبعد كبعد الشمس عن الارض. البلد وكانها مش تبع اسكندريه، وكانها في اعماق صعيد مصر كمان. البلد ما فيهاش خدمات من كل حاجه، يعني انت مثلا ابسط الامور زي ما حضراتكم جايين دلوقتي، انت جاي على طريق فردي، الحوادث فيه كتيره جدا. الطريق فردي ما هوش زوجي، تمام؟ حوادث فيه كتيره، الاضاءه فيه عليه مش موجوده، الحوادث تكاد تكون بشكل يومي، تمام؟ ده شيء اصلا يلفت نظر اي زائر من الوهله الاولى بدون سؤال، من غير ما يسال حد، من الوهله الاولى بيبقى شايف الطريق قدامه عامل ازاي. الطريق عليه كل انواع العقبات، سواء كان اضاءه، سواء كان مطبات، سواء كان تكسير في الطريق، سواء انه كان فردي كمان ما هو الزوجي، فده ابسط الامور خالص. مع انها لا تبعد عن البلد اكثر من 7 كيلو. ده اول نقطه. ثاني نقطه، مشاكل اقتصاديه كثيره، سواء كان مثلا احنا عندنا قرى هنا حالتها وضعها الاقتصادي لا يسمح لها اصلا انها تدخل عدادات نور او ميه، وبالتالي ما تقدرش تقول له ما دمت ما عندكش القدره يبقى اذا ما تاخدش كهرباء. هو الراجل عايز يعيش كاي مواطن، يعيش في اناره نور ويشوف يتابع اخبار يتابع، فهو ده ابسط الامور، تمام؟ حتى ديت مش متمكن منها الا من خلال سرقه الكهرباء. رسالتك ايه للمسؤولين؟ رسالتك ايه للمسؤولين الحكومه؟ رسالتي للمسؤولين ان هو بس يسلط الضوء، هو لو سلط الضوء على ابيس تكفيه تسليط الضوء، هو هيرى بدون ان يسال اصلا، لان الامور واضحه هنا وضوح الشمس، لا مبهمه عن الناس، ولا بقول لك من الوهله الاولى لدخول البلد انت هتشوف البلد وهتشوف وضعها، ومن الوهله الاولى هتعرف البلد عامله ازاي بدون حتى ما تسال حتى اهلها. البلد تكون يعني انت لو دخلت البلد وشفتها تجولت فيها لا تكاد تكون انها تابعه حتى صعيد مصر اللي هو ما فيهوش مثلا خدمات، فما بالك انها لا تبعد عن اسكندريه حوالي عن 7 كيلو. طب بالنسبه لخدمات التعليم؟ خدمات التعليم طبعا كمؤسسات تعليميه المؤسسه موجوده، انما كخدمات تعليميه فعليه كمستوى يعني يكاد يكون معدوم. عندنا هنا الاولاد لحد الاعدادي وبيخرجوا من المدارس لانه ببساطه بيوصل للاعدادي مش عارف يكتب اسمه، مش عارف اي حاجه في اي حاجه. اذا بلاش بهدله ويقلل على اهله التكاليف والمصاريف، ويبقى هو بما انه ما فيش عائد علمي اذا خلاص يقعد في مركز شباب. في مركز شباب هنا طبعا مع ده كله مراكز الشباب صحيح موجوده لكن برضه مش فعاله بالقدر الكافي. في مشاكل ثانيه هنا؟ يعني هي دي تعتبر المشاكل الكبيره الضخمه اللي هي تلفت النظر. بطاله موجود؟ بطاله طبيعي، البطاله موجوده، وان كانت مشكله البطاله على مستوى الجمهوريه كلها، الا انها هنا لانها قرى وكده، فهو طبعا بتبقى كلها بتنزل على اسكندريه للعمل والشغل. اخر رساله في كلمتين. اخر رساله في كلمتين، نحن من اهل اسكندريه، يجب ان تتعامل ابيس كما تعامل ستانستيل. نحن من اهل اسكندريه. تمام.